انت ليه يا مستر طارق الناس بيسالوا سؤال شايف فين نفسك بعد 5 سنين؟ هو للاسف مش كل الاتش ارز اللي بيسالوا السؤال ده بيبقوا عارفين معناه ايه، بس خلينا نتكلم عن الاثنين، عن الاتش ار وعن الكانديديت او الموظف اللي جاي يشتغل معانا. الموظف بيتريق على الاتش ار او السوشيال ميديا وتقول لك ان الاتش ار بيقول انت شايف فين نفسك فين بعد 5 سنين، حد هيرد يقول لك ده انا شايف نفسي مكانك. مش ده المنطق. احنا هدفنا بالسؤال ده ان احنا نعرف يور فيجن، انت رؤيتك ايه. يعني الاتش ار بيبقى غلطان في النقطه دي؟ لا خالص خالص، الاتش ار عمره ما كان غلطان. ليه؟ مش تحيزا للاتش ار. تاني يا شباب، اللي بيسال السؤال ده الغرض ان هو يعرف اليور فيجن، انت عايز تروح فين، الاوبجكتيفز بتاعتك ايه. مش ان هو بيخنقك او ان هو بيرخم عليك خالص. اي انسان في الدنيا عنده اوبجكتيف. لا بس كده الاتش ار بيخنق الناس واحنا عارفين. هو للاسف فعلا. ما هو ليه؟ لان مش كل اللي خد، تاني انا دايما بقولها، مش كل اللي خد كورسز في الاتش ار يعرف يشتغل في الكارير بتاعنا بجد. معظم الناس دلوقتي بقى عندهم ترند الاتش ار، انا عايز اشتغل اتش ار، لكن هو ما ينفعش يشتغل اتش ار. ليه بقى؟ لان ما عندوش المؤهلات الكافيه انه يعرف يشتغل في الكارير بتاعه. ايه مقومات الاتش ار بالنسبه لك؟ الاتش ار علشان تبقى اتش ار بروفيشنال، رقم واحد انك يبقى عندك النولج القويه في الاتش ار. بمعنى انا ما ينفعش اخش كارير الاتش ار غير لما يبقى عندي الباك جراوند القويه، ان انا مثلا استارت كورس، بس كورس ورك شوب، مش كورس ان حد يديني معلومات. مش كلام حشو. ما كتير جدا الناس بتحشي وكتير جدا التاتش المصري، والعلم بتاعنا هو علم امريكان في الاساس، فبالتالي لازم حته التاتش. انا بحب احط التاتش بتاعي، ده طبيعي، ده الطبيعي. لكن تيجي بقى تطبقها على ارض الواقع، صباح الفل. كل الناس بتاخد كورسز، انا اتحدى 90% من اللي خد الدبلومات في الاتش ار ينزل يطبقها على ارض العمل. 0% اصلا يعني اصلا. طب هل بقى انتوا صحيح المرتب اللي بيبقى مكتوب في الجوب ديسكريبشن انت ما بتقولوش للكانديديت اللي جاي لك، صح؟ الاكسبكتيشن او الاكسبكتد سالري اللي بتتحط في الابلكيشن فورم، هو الهدف منه انا عايز اعرف الراجل ده هو هيطلب هاي اكسبكتيشن، هيطلب حاجه كبيره قوي، ولا حاجه وزن بادجت. الاتش ار لما بيجي بيعمل البادجت بتاعت السنه بيبقى حاطط لكل بوزيشن هيهاير احنا هنهاير بكام، فاوتوماتيك انا المفروض لما اعين حد ببقى عارف هو المفروض عندي في البادجت هياخد كام. تمام. فانت بتيجي، انا علشان ابقى اتش ار صايع وعشان ابقى اتش ار ناجح في وجهه نظر المؤسسه، لكن بيني وبين ربنا انا مش سالك، بقلل في السعر. بتضحكوا على الناس يعني. تقدر تقول بنضحك على الناس، وطبعا عشان الناس غلابه وعايزين ياكلوا عيش بيعملوا ايه؟ بيقبلوا بالموضوع. بس نصيحه لكل اتش ار، بجد نصيحه لكل اتش ار، الا حقوق الناس. يعني اهم حاجه، انا عارف انت عشان تبقى ريكروتر صايع وريكروتر شاطر وتوصل للتارجت بتاعك كله والا حقوق الناس. وايه موضوع بوز البط ده؟ احنا جينا في فتره طلع ترند بوز البط، فكل شويه بنت تعمل سيلفي بوز البط، فلقيت كميه سيفيهات، كنت بعمل فلتريشن لسيفيهات، كل البنات اللي بعتها لي السي في بتاعتهم كلها بوز البط. وده نون بروفيشنال، ما ينفعش اروح اشتغل عند حد او عند شركه واقول له يا اتش ار انا عامله لك بوز البطه. نو واي ده يحصل. بس ده خد ترند فظيع بقى، كله راح الفرح، راح فستان، راح مش عارف بايه، تصور نفسها وتحطها في السي في. السي في هو حاجه بروفيشنال، هو بيسال يور سيلف، هو بيبيعك للاتش ار. فلو انت ما اتعلمتش تعمله صح صباح الفل. وللاسف يجي يقول لك ايه، اصل انا بعت كميه سيفيات ومحدش عبرني. والله ما عبرك. ادوا فرصه للناس تشوفك صح. والله المشكله فيكم. انا دايما بعمل في فيديوهاتي بقول المشكله مش في الاتش ار. عندنا جاب وعندنا اخطاء، بس انا دايما شايف ان المشكله عند الموظف نفسه، عند الكانديديت، عند اللي حد عايز يتعين. ليه؟ افهمه صح علشان تعرف تشتغل صح. لكن للاسف انت لما تيجي حضرتك تحط لي صوره بوز البطه، هتيجي تعملي عندي ايه في الشارع؟ فعلا. فحد يجي يقول لك ايه، اصل مش لوجيك، دي حاجه كده يعني، دي حاجه بيرسونال،
حضرتك السي في هو بيسال يور سيلف، هو بيسال يور سيلف، فهو بيبيعك عند مين؟ عند الاتش ار. وده الستيب 1 اللي بيخلي الاتش ار يعمل معاكي كولينج انترفيو. فانا النهارده لما اشوف كميه الاخطاء دي والاقي صور، طب خليني اضحكك، انا من ضمن السيفيهات اللي كنت بشوفها حد بعت لي لابس ترنج عامل سيلفي ايام بوز البطه، ترنج اصفر في اصفر، والله العظيم والله العظيم ما للضحك، بس انا بقول كميه الاخطاء اللي بتضحكنا، ونايم على السرير وعامل صوره سيلفي وباعتها وحاططها في بروفيشنال هيشتغل عندنا في حاجه، بلاش اقول الجوب تايتل ده، كانت حاجه محترمه جدا. يا اهل مصر، يا اهل العرب، يا اللي بتشوفونا، اتقوا الله في الاتش ار، زي ما بتقولوا اتقوا الله في الناس. انا بقول الله في الناس. لا ما احنا مش شريرين قوي كده. لا الناس كلها بتكره الاتش ار. هقول لحضرتك ليه الناس بتكره الاتش ار؟ لان اللي حصل في السوشيال ميديا في اخر 5 سنين او 6 سنين او 10 سنين طلعوا الاتش ار ان هو الشيطان، الابليس، المارد الاحمر اللي عمال يعني ياكل في حقوق الناس وانه يرفدهم وانه احنا عندنا اكتر من نوع من الاتش ار. خلينا نتكلم على نوعين عشان ابسطها. في نوع هو بيسمع كلام صاحب الشركه وبينفذه، ماشي جمعه يعني حاضر، تقوم الصبح جمعه ما شافوش يعني ما شافوش. وفي واحد تاني هو اللي مش بيمشي قراره على صاحب الشركه، بس ده دوره استشاري، يقول له لا حضرتك ده جمعه ده حد كويس، ده جمعه بيخلص التاسكات بتاعته، ده جمعه الكي بي اي بتاعته محترمه. ففي نوع من الشخصيات من الاتش ار حاضر يا فندم اللي حضرتك مشيلك نص الشركه، يلا كل الشركه صفي نصفي. وفي فعلا المنتاليتي بتاعت اصحاب الشركات مش كلها سويه، والله ما كلها سويه. انا عندي واحد صاحبي شغال في شركه هندسه بدون ذكر الاسم، بيقول لي صباح الخير، بيجي صاحب الشركه الصبح انا النهارده همشي مين؟ لا حول. فالمنتاليتي بقت صعبه. ما هو حضرتك هي عباره عن بعض العوامل، الاتش ار ليه جزء ليه جزء، بس برضه عشان الناس مش فاهمه الاتش ار ايه هو الرول بتاعه، انت جاي تعمل ايه بتاعنا انت بتاع حضور انصراف. لسه الكونسبت واصل للناس ان الاتش ار هو دوره بتاع حضور وانصراف، يمسك البصمه. طب انا ممكن اديها شغل لاي حد، محدش عنده النولج الكافيه، انت بتاع الاتش ار انت جاي تعمل لنا ايه؟ هتفيدنا بايه؟ فبالتالي انت يا باشا بتاع حضور وانصراف، اخلص انا جيت انا مشيت. لا، الاتش ار هو دوره والرول بتاعه اكبر من كده بكتير. بس للاسف علشان في نوع من الناس شايفين ان الاتش ار ده هو بيطبل لصاحب الشركه، فبالتالي هيعمل ايه؟ هو عايز ياكل عيش. بس ارجع تاني اقول كله الا حقوق الناس، والله لا نسال، والله لا نسال عن الناس. اوعى تفتكر انت بتاع الاتش ار اللي ماسك منصب وانك بتودي وتجيب هتفيد غيرك، والله العظيم لا نسال عن الناس. واحنا دورنا احنا بتوع الهيومن ريسورسز، الهيومن كابيتال بتاع الشركه، فانت مسؤول عنهم ايا يكن الجوب تايتل بتاعه، اذا كان غفير، اذا كان اوفيس بوي، اذا كان في الماد ليفل، اذا ايا يكن، في الاخر احنا مسؤولين. فللاسف في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده اي حد بيمسك سلطه، وخصوصا التيم بتاع الاتش ار اللي هو لسه فريش جرادز، بيبدا يتنطط على الناس. فده عمل ريفلكت ان الاتش ار هو حاجه للاسف لا تذكر يعني.